روح البيت لقى مراته هتموت وتفتح الشنطة وتعرف ايه اللي فيها. بيقولك يا سيدي كان في ملك هندي زمان قوي حب يدي جايزة كبيرة لواحد من الرعية، حط له بقى تحدي مقابل الجايزة دي، اداله جلابية بيضاء، بس مش بيضة عادي، لا، دي ناصعة البياض، وقال له خد الجلابية دي يا وحش وروح بيتك، وبكرة الصبح من بدري تضرب الجلابية وتجيلي القصر، لو لقيتها بيضة زي ما سلمتها لك انت كده كسبت الجايزة. الراجل قال ايه الرهان السهل ده؟ الملك ده هندي ولا ايه؟ روّح البيت لقى مراته هتموت وتفتح الشنطة وتعرف إيه اللي فيها، بس هو مش عايز حد يلمس الجلابية، قام قال لها إن الشنطة دي فيها مانجا هندي، ويظهر بقى إن مراته كان عندها فوبيا من المانجا زي الفنان محمد ممدوح، فما قرّبتش من الشنطة. صحي الراجل من الصبح بدري، لبس الجلابية بتاعته وخرج من بيته وطلع على موقف عبود بتاع الهند وركب أول ميكروباص، وقعد في آخر الكنبة عشان ما حدش يخبط على كتفه ويقول له خد 2 من الروبية. الست اللي كانت قاعدة جنبه كانت بردانة تقريبًا، فبدأت تعمل معاه نَوَش عشان يقفل الشباك، ومع إنه كان حرّان ومخنوق بس قفل لها الشباك، وهو ماشي حذر جدًا، كان هدفه الوحيد إنه يوصل قصر الملك والجلابية لسه بيضا، كسب الرهان، بس عرف قد إيه الحكاية ما كانتش سهلة، وأنت كمان أكيد متخيل دلوقتي إنها مش سهلة، لكن عارف إيه التحدي الأصعب من تحدي الجلابية البيضا ده؟ التحدي بتاعي أنا وأنت في الحياة هو إننا نوصل في آخر الرحلة عند ملك الملوك وقلوبنا بيضة زي ما استلمناه.